to contribute have ايه have her salary to husband expenses. ماشي يا ستي، حلو ان انت سالتي السؤال الجميل ده. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام وركزي معايا بقى، وركزوا كلكم معايا عشان مش هقعد اعيد الموضوع ده كل شويه. الزواج له آلية قائمة على الآتي: إن الزوج بيطلع يشتغل بره، وإن الزوجة بتستقر في البيت. حلو الكلام ده. وإن الزوج أهلا حبيبنا، رمضان كريم يا أحلى وأجدع شيخ وأرجل شيخ على الكوكب، ربنا يخليك يا رب يا أحمد، تسلم لي وكتر ألف خيرك. نرجع على آلية الزواج عشان الناس اللي بتسألني. جاي أمريكا مصطفى عوض، جاي أمريكا السنة دي يا مولانا؟ والله مش عارف حاجة ولا لا، بس رمضان طبعا مش جاي. بعد رمضان حاجة ولا لا الله أعلم يا مصطفى، لسه ما اعرفش الدنيا فيها إيه. ماشي يا ست الكل، الناس اللي بتسالني عن الموضوع بتاع اللي سالت عنه اختنا اللي كانت معانا من شويه، يبقى ده الاصل في العلاقه بين الزوجين، ان هو بيطلع يشتغل وملزم بنفقه المأكل، الملبس، المسكن، 3 نفقات دول، وهي في المقابل ملزمه بطاعته والقرار، يعني المكث في البيت. حلو الكلام ده يا جماعه؟ طيب، جت الزوجه قالت له والله يا زوجي العزيز، انا بطلب منك ان انا هنزل اشتغل، هشتغل لي 10 ساعات كده ولا حاجه بره في الشارع في اي شغلانه يعني. قال لها ايوه بس انا بكفي البيت وقايم بكل حاجه بالمعروف، مش بكفي البيت معناها باكلكم دهب، يعني بكفي البيت على قد ما اقدر. محسن كمال، اهلا اهلا وسهلا اخي محسن، اهلا وسهلا، يا مرحبا واهلا وسهلا بيك. فقال لها انا بكفي البيت على قد ما بقدر، ربنا بيعني. قالت له لا انا عايز انزل اشتغل. حلو الكلام ده يا جماعه؟ طيب. قال لها طيب هتنزلي تشتغلي، فانت كده هتقطعي من وقتك من البيت وقت معين احنا محتاجينك فيه، والبيت مش هيستفيد ولا انا هستفيد من شغلك ده، فانت شيلي نفقاتك نصها ربعها زي ما يكون. هنا اللي حصل بينهم هو الآتي: الزوجة بتطلب من الزوج شيء، فالزوج طلب في المقابل شيء. هذا الاتفاق اللي حصل بينهم يمثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. هيجي بعض الناس يقول لي يبقى كده طالما انها نزلت تشتغل ملوش قوامة عليها. لا، ملوش قوامة عليها لما هو اللي يطردها بره البيت ويقول لها انزلي اشتغلي، لكن ده بيقول لها انا مكفي بيتي باللي ربنا مقدرني عليه وهتعيشي معايا. النهارده كلنا فول وطعميه، كلي معايا فول وطعميه. بكره كلنا لحمه ضاني، كلي معايا لحمه ضاني. قالت له لا انا عايز انزل اشتغل. او صوره تانية، يروح يتجوز واحده فتيجي تقول له والله انا هحط شرط في عقد الزواج ان انا اشتغل، فهو قال لها على عيني يا حبيبتي، حطي عقد شرط ان انت تشتغلي، وانا كمان حاطط شرط، احط شرط ان انت بما ان انت هتاخدي من وقت البيت، فانا برضه هشترط عليكي قيامك بنفقتك او بجزء منها زي ما يكون. الاتفاق ده اتفاق شرعي سليم 100%. ليه؟ لان هي لا تملك الخروج من البيت للعمل الا باذن زوجها. طب هي مش عايزه تطلع تشتغل وتدفع حاجه، هي اصلا مش ملزمه انها تشتغل، ركزوا معايا، هي مش ملزمه انها اصلا تشتغل. يعني الزوجه في الاسلام مش ملزمه بالعمل. عبد الوهاب برا براز برازق، اهلا وسهلا بيك يا سيدي، كل سنه وانت طيب. فهي اصلا ليست ملزمه بالعمل، ركزوا معايا ارجوكم. الزوجه مش ملزمه في الاسلام باي نفقات، لا ماكل لا ملبس لا مسكن، دول على الزوج. فهي جايه بتشترط عليه ان انا هنزل اشتغل. الله، خلاص بتشترط عليا، انا في المقابل بشترط عليكي. فهيجي واحد يقول لي طب ايه الدليل؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. سهله. لما هي تيجي تشترط عليه، فهو هيقول لي ايه الدليل؟ هقول له المسلمون على شروطهم. هو جاي يشترط عليها في المقابل، هقول له المسلمون على شروطهم. سهله خالص اهي. طيب، هي مش عايزه تعمل العمليه دي ومش مقتنعه بيها، محدش اجبرها، محدش قال لها انزلي اشتغلي، محدش قال لها واجب عليكي تشتغلي، محدش قال لها انت مكلفه باي شيء، اقعدي في البيت نامي في التكييف او تحت المروحه، هانم معززه مكرمه، والزوج المحترم هو الملزم يعمل كل حاجه في الدنيا بالمعروف. وركزوا على كلمه بالمعروف دي، يعني ايه؟ يعني لا يحمل فوق طاقته، لا يحمل فوق طاقته، بيعمل اللي ربنا بيقدره عليه. وضحت الدنيا يا جماعه؟ تمام. طيب، جاني غانية انا مش عارف، غاني او غانية البسي او البيبسي، يا اهلا وسهلا بيك او اهلا وسهلا بيكي، عشان ما اغلطش في السبيلنج. مش عارف هي غانية غانية لبسي او غاني العبسي، مش قادر اوضح الاسم بالظبط ايه، بس اهلا وسهلا بك او بك.
انا شايف ان انتوا كلكم النهارده ما شاء الله مستلميني بالانجليزي، يعني يا اخوانا طب ما تكتبوا عربي، في ايه؟ احمد السليم بيقول لي بحبك في الله يا شيخ، اولا، ثانيا استمر في فيديوهاتك الجميله وما تحرمناش منك ولا من سيفك في الحق نهائي، ثالثا اتمنى لما انزل مصر قبلك واخد صوره معك، ابشر ان جئت مصر ان شاء الله تعالى فاخبرني وتاخد صوره معايا ان شاء الله ويحصل لي الشرف بيك. يا اهلا وسهلا. السيد شادي عبد العزيز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مبرمج اعمل في شركه توظيف، في شركه توظيف توظف المبرمجين لشركات اخرى. ماشي. وانا تم توظيفي في بنك ابو ظبي التجاري كموظف خارجي للعمل على تطوير البنك، فهل هذا جائز؟ جائز ان شاء الله، لان الابلكيشن او الويب سايت اللي انت هتبرمجه يستخدم في استخدامات او معاملات شرعيه وغير شرعيه، فلا بأس عليك، والبأس على من يستخدمه من ما تبرمجه في الحرام. انت لا بأس عليك، الا لما يتقال لك تعالى برمج لنا حاجه عشان حساب مثلا، حاجه خاصه بفوائد القروض، هنا تقول لا مش هبرمج الحته دي. لكن بتطور ويب سايت عام للبنك مفيش فيها مشكله. وده برضو نفس السؤال بيجي لي واحد يقول لي انا بشتغل في فندق، حرام ولا حلال؟ اقول له حرام. هو انت بتنزل خمره؟ بتتولى حسابات الخمره؟ بيقول لي لا. اقول له خلاص يبقى حلال. طيب بتنزل اكل خنزير؟ بتتولى تقديم اطباق الخنزير؟ بتطبخ الخنزير؟ لا يبقى حلال. واضحه الدنيا كده يا جماعه؟ لا بصوا، الخط صغير وانا بكبر، والواحد ما بيكبر نظره بيكون على قده، تمام؟ فانا مش كلكم وشي اخوات ما اعرفش انا هقرا الكلام ده كله ازاي يا جماعه. احنا ما شاء الله 300 حاجه و50 واحد وكله قاعد بالانجليزي، ده احنا بنقرا العربي بالعافيه، فبالراحه الله يستركم. انا هقرا ازاي ده بقى؟ اهو. Peace be upon you شيخ. What is the meaning of seeing a clear river in a dream؟ ماشي. my name is شاكر. هابي نيو يير. شاكر بيقول ان هو شاف في الحلم نهر. لا استطيع ان اخبرك على ماذا يدل رؤيه النهر في الحلم، لان له احوال، لكن يعني قد يكون يعني في الغالب رؤيه النهر في الحلم، او اذا يعني كنت بتسبح في نهر، فده معناها ان شاء الله سعه في الرزق في الدنيا ان شاء الله تعالى. مصطفى عوض، ما حكم مصطفى عوض بيقول ما حكم ترك المعصيه خوفا من عقاب الله في الدنيا وليس الاخره؟ هل يعتبر نقص في الدين؟ ابدا. ليه؟ مش ربنا لو يحذركم الله نفسه، فانت تخاف ان يعاجلك الله بالعقوبه، فمعناها ان انت يعني يحضرك في ذهنك ان انت خايف من ربنا. مش ربنا قال يا عم مصطفى ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فانت راجل عندك خوف من مقام الله عز وجل وتخاف عقوبة الله، وخايف ربنا يعاجلك بالعقوبة في الدنيا. ده بقى فيه اشكال فين؟ مفيش فيه اي اشكال ان شاء الله تعالى، بالعكس دي حاجة يعني كويسة، والحمد لله ان في عندنا خوف من ربنا بيخلينا ما نعملش المعصية. ماشي. طيب هو يا جماعه انتوا كلكم بتكتبوا، انا عايز افهم بس والله، كله بيكتب بالانجليزي ليه؟ ولا انا بيتهيألي؟ هو انتوا كلكم بقيتوا يعني اساتذه انجليزي للدرجه دي؟ طيب شادي عبد العزيز بيقول جزاك الله خيرا يا شيخنا. هل وجزاك خيرا اخي العزيز، هل يجوز استعمال تمارا وتبي اعتقد دي ابلكيشنات صح؟ ابلكيشنز، وهي تطبيقات تعمل على تقسيط الاموال حين شراء شيء، لكن بها غرامات تاخير ان تاخر السداد. شوف دي بالظبط عامله زي الكريدت كارد او الفيزا. الكريدت كارد في عندنا فيها خلاف، وبرضه الابلكيشن اللي زيها في عندنا فيها خلاف فقهي. اولا دي ما كانتش موجوده على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. الخلاف الفقهي اللي عندنا فيها سببه ايه؟ سببه ان انت هتاخد الحاجه وهتسدها في وقتها، دي معامله شرعيه 100%. طب الخلاف الفقهي جه فين بقى؟ ان بيكون في شرط في العقد ان انت لو ما سددتش في الوقت بتاعك بتدفع غرامه. هنا بيكون شرط ربوي. طيب هذا الشرط الربوي هل يجعل المعامله او العقد من اوله محرما؟ ولا الشرط الربوي ده لا يؤثر في تحريم العقد ما دمت ستسدد في فترة السماح ولن تقع في المخالفة الربوية؟ انت فاهم قصدي؟ الاتجاهين دول، الاتجاه الاول اللي بيقول العقد بالطريقة دي حرام من بابه وبالتالي هيكون الكريدت كارد حرام من بابها، ده الاتجاه اللي يمثله مجمع الفقه الاسلامي. مجمع الفقه الاسلامي طلع وقال ان يا جماعة الشرط ده فاسد وكده العقد ده كله حرام.
الاتجاه الثاني بيمثله بعض الفقهاء المعاصرين، وده اللي انا في الحقيقه باخد بيه، انك ممكن تستخدم هذه الابلكيشنز او الكريدت كارد ما دمت تسدد في وقت الايه، وقت السماح. ماشي يا سيدنا؟ ده ده الموضوع كله. هل عادي صلاة التراويح بالنسبة للرجالة تبقى في البيت؟ مفيش ما يمنع أن تصلي التراويح في البيت. يعني ليس هناك ما يمنع أن تصلي التراويح في البيت. ماشي؟ بس انزل صليها في المسجد، عشان ده هيجعلك يعني هيشجعك. في البيت ممكن تكسل. ما حكم قطرة العين أثناء الصيام؟ العلماء بيقولوا إن قطرة العين إن شاء الله أثناء الصيام لا تفطر. واحد بيقول لي رأيت شيخي وتوضأت. إيه العلاقة بين إن أنت شفت شيخك وبين إن أنت توضيت؟ مش فاهم. يا شيخ أنا عايز القراءة اللي أنت كنت بتقرأ بيها في الستوري، البث المباشر على الفيس. آه أنا مش فاكر بصراحة هي موجودة فين. أظن في الفيسبوك موجودة لازالت. طب شيخ عبد الله والدي بيقول في أحاديث في البخاري صحيحة متعارضة مع القرآن، هل الكلام ده صح؟ غير صحيح، مستحيل أصلا في العقل أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعارض القرآن، لأن الاثنين جايين من عند الله عز وجل. فإزاي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالعقل كده هيقول كلام بيعارض القرآن؟ لا، ده ما ينفعش. ده ما ينفعش. خدتوا بال حضراتكم؟ حكم شراء الذهب على برنامج ثندر. أنا ما أعرفش إيه برنامج ثندر، بالتالي ما أقدرش أقول لك إيه حكم شراء الذهب عليه. ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ ممكن تقرأ القرآن بدون وضوء، لكن ما ينفعش تمسك المصحف وأنت مش متوضي. يعني مسك المصحف أو مس المصحف وأنت مش متوضي ده ما ينفعش. حلو الكلام ده؟ مس المصحف بدون وضوء ده ما ينفعش. روما صادق بتقول يا شيخنا امتى هتعمل درس او ندوة في مكان؟ نفسي احضر. والله حاضر، لو ربي سبحانه وتعالى اراد وعملت حاجة زي كده هقول لكم، وكلكم تحضروا ان شاء الله، واسعد بيكم. انا صاحب المنام، اهلا وسهلا بك. بيقول لي هل تعتقد بوجود خلاف حول مسألة حرمة المعازف؟ شوف، هو في خلاف لكن هذا الخلاف ضعيف. ليه؟ لسببين. السبب الأول لقوة الأدلة القاضية بحرمة المعازف. السبب الثاني لأن جماهير المذاهب الأربعة على حرمة المعازف. فالقول اللي بيقول إن المعازف حلال بشروط قول ضعيف مش قوي. وأنا قلت لكم زمان كنت آخذ بهذا القول لكني تركته وما عدت آخذ به. ليه؟ لأنه تبين لي ضعف هذا القول. لو واحد عنده وساوس بيشك بسببها في الدين، تجاهل الوساوس تماما، وخليك عارف ان الشيطان طالما انه وجد في ايمانك قوة فبيجيب لك الوساوس دي، ولولا انه يرى في ايمانك قوة لما القى عليك بهذه الوساوس. فانت تجاهله تماما ولا تضع هذه الوساوس في عقلك.
احنا قلنا الصحابة لما جم للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له حاجة زي كده، قال لهم ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان. واضحة الصورة حضراتكم؟ يا شيخ أنا على جنابة، هل يحق لي الصيام؟ نعم يحق لك الصيام، بس قوم خد شاور واستحمى، الموضوع سهل خالص قوي يعني اهو. طيب روجينا، روجين روج روجينا، عفوا، ازاي حلال يا شيخ وبياخد مرتبه من فلوس الفندق اللي شغال في بيع الخمور؟ هو المعامله يا ست الكل اللي بيقوم بيها حلال ولا حرام؟ انا شغال عند حضرتك وانت عندك شركه بتبيع خمره وشركه بتبيع عصير تفاح، وانا شغال في الشركه اللي بتبيع عصير التفاح، الفلوس كلها فلوسك. العمل اللي انا بأديهولك حلال ولا حرام؟ حلال. باخد مقابله فلوس، تبقى حلال ولا حرام؟ حلال. بس كده. هل نقط الانف تفطر؟ نبعد عن التقطير في الانف، لانه على طول منفذ مباشر الى الحلق، فغالبا يجد طعمه في الحلق، واذا وجد طعمه في الحلق افطر. هو انا لازم اقرا الفاتحه وراء الامام في صلاه التراويح ولا قراءه الامام تكفي؟ الاصوب والاصح ان تقرا الفاتحه وراء الامام، لان قراءه الفاتحه ركن في الصلاه لا يسقط لا عن الامام ولا عن الماموم، وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وبه اخذ وبه يعني اقول. هو ايه مصدر ان اب او ام النبي؟ شوف يا سيدي، اولا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون بغايه الادب، والكلام عن ابائه صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون بغايه الادب، والشيء بالشيء يذكر. الكلام كمان عن قريش، عن قبيله قريش اللي هي قبيله النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان يكون بغايه الادب. لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اراد حسان بن ثابت ان يهجو قريشا، قال قال له ادبهم، فعايز يهجوهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له خلي بالك، ده فيهم، ده اجدادي وابائي واهلي. فشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان حريص على نسبه ازاي. الحته دي مهمه جدا. لذلك العلماء قالوا من يتكلم في هذه المساله فلا بد ان يتكلم بالفاظ فيها ادب. طيب، عرفنا المقدمه دي، نيجي بقى لسرد اقوال العلماء. العلماء في هذه المساله اختلفوا الى مذهبين. المذهب الاول مذهب الجماهير ومذهب المتقدمين وكبار الائمه على انهما غير ناجيين، واستدلوا بالاحاديث التي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ومسند احمد وغيره وابن ماجه والنسائي، عند احمد وابن ماجه والنسائي وفي مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ابويه اخبر انهما ليس من اهل الجنه، والاحاديث صحيحه. الاتجاه الثاني اتجاه المتاخرين بتاع الامام السيوطي ومن لف لفه، الف السيوطي كان رساله في الموضوع ده، التعظيم والمنه في ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، مسالك الحنفاء في والدي المصطفى، آه، وذكر عدة مسالك يمكن من خلالها القول بأنهما ناجيان. لكن الحقيقة لما تنظر في الأدلة، أدلة الجمهور أقوى، وقول الجمهور قوي، والذي قدمه السيوطي لا يقوى أبدا على رد قول الجمهور. فدي المسألة إيه باختصار يعني. واحد بيقول لي ما قولك في مسألة زكاة الفطر؟ ده احنا النهارده لسه ليلة رمضان، هنبدأ خناقة زكاة الفطر دلوقتي؟ هنبدأها دلوقتي؟ مش شايف إنها بدري شوية؟ ها، مش شايف إن احنا كده هنبدأ الموضوع بدري شوية؟ نهدى شوية حتى نعدي كده حتى أول أسبوعين. وبعدين قولي هو قولي كل سنة، ما عنديش حاجة اختلفت يعني. سيدنا يا حبيب، سيدنا يا جميل انت، اهلا وسهلا بالشيخ الفلاح. الشيخ الفلاح ده رجل من ايه، من كبار اهل الله، وموجود معانا، ويعني ربنا يكرمه ان شاء الله، نراه عما قريب ان شاء الله.
ما حكم صلاة النساء في المسجد؟ يجوز أن تصلي المرأة في المسجد، لا تكون لابسة لبس ضيق ولا حاطة ميك اب ولا حاطة مش عارف إيه، ويعني تخرج إلى المساجد وترجع وتلزم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله المساجد وليخرجن وهن تفلات، يعني غير متعطرات. الأخ أحمد سليم: اللهم بارك له في نفسه وأولاده ولبيته أجمعين، وارحم زوجته وأسكن الفردوس الأعلى يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين، واجعله شوكة في حلق كل من أراد بدينك وسنة نبيك سوء، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نراه ونحسبه على الحق فوفقه لما تحب وترضى يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا على هذه الدعوات الطيبات المباركات. يعني أنا لن أحاسب على هذا الشك، يعني خلينا نقول هي إيه، وساوس، بلاش نسميها شك، هي وساوس ليست شكا إن شاء الله، ولا ترقى أن تكون شكوكا، هي مجرد وساوس، وأسأل الله أن يصرفها عنك. طب ليه يا دكتور رأي تحليل المعازف ضعيف؟ علشان كبار أئمة الإسلام لا يقولون به. ولما بنقول كبار أئمة الإسلام، هي المسألة مش بهواهم أو برغبتهم، المسألة إن الأدلة بتقود إلى هذا. أخدت بال حضرتك؟ يعني الأدلة تقود إلى هذا. ما حكم من صام اليوم في فرنسا ومن سيصوم غدا؟ أنا مش متابع في إيه في فرنسا، فمش عارف أرد على السؤال، بس اللي صام في فرنسا عادي، صام امبارح وصوم النهارده. الشيخ الفلاح بيقول لي عمي وعم أي حد في الدنيا. تسلم يا فلاح يا أصيل، ربنا يكرمك. ماشي. ما الدليل أن الصيام إلى المغرب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر مع أذان المغرب، وتواتر عنه ذلك، نقل لنا كل من رآه ذلك. فيجي النهارده بعض المخابيل يشككوكم في أن الصيام للمغرب، دي ناس ترى يا ابن الناس، ناس مجنونة والله، والله ناس مخها مربع ما بيفهموش. واحد يقول لك أتم الصيام إلى الليل، ما هو الليل ده يا راجل يا محترم بيبدأ من أذان المغرب. ما هو إيه أول الليل؟ أول الليل هو وجوب الشمس، يعني سقوط الشمس، غروب الشمس، ده أول الليل. محمد علي القضاعي: أهلا وسهلا الأخ محمد، بقالنا سنة ما شفناكش ولا سمعنا منك أخبار. السلام عليكم شيخ الكريم، ورمضان مبارك عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يحفظك ويبارك فيك، وأهلا وسهلا ومرحبا. واحد بيقول لي يا شيخ في حوار نفقة المرأة العاملة ما وضحتش الدلائل. دلائل إيه؟ ما الدليل واضح. طب في حتة إنها تشترط على زوجها إنها تشتغل، إيه الدلائل؟ يعني ليه ما بتسألوش السؤال ده؟ ها، ليه لما تيجي تشترط على جوزها إنها تشتغل ما حدش بيقول إيه الدليل إنها تشترط عليه؟ عشان معروف المسلمون على شروطهم، فهي اشترطت عليه حاجة وهو اشترط في المقابل حاجة، سهلة خالص اهي، دي قدام دي. طب هي مش عاجبها الشرط، تقعد في البيت يا جماعة. يعني زوجي اشترط عليا حاجة فأنا مش عاجباني، أنا طلبت جيت اشترط عليه شيء، فقال لي في المقابل وأنا بشترط عليك شيء، لا مش عاجبني الشرط بتاعك يا جوزي، أقول لها خلاص، وأنا مش عايزك تتعبي أصلا، ولا عايزك تتبهدلي، ولا أنت مطالبة في الشرع بأي نفقات. هو احنا يا جماعة عندنا في الشرع والإسلام المرأة مطالبة بالإنفاق على نفسها؟ مش مطالبة بده. فهي أرادت أن تشترط عليه، فاشترط عليها هو الآخر في المقابلة، شرط قدام شرط. مش عاجبنا، خلاص ما نختلفش، نرجع للقاعدة الأساسية. القاعدة الأساسية إيه؟ أنها تطيع زوجها، وإذا لم يأذن لها بالخروج لا تخرج، وهو المسؤول بنفقات البيت بالمعروف على قدر استطاعته، عشان ما نذبحوش. بتصلي في مسجد إيه؟ طبعا مش هقول لكم أكيد يعني. محسن بيقول لي أنا مستني الحتة اللي هيقصوها ويطلعوا بيها ترند بكرة.
المهم ان هم بقى لهم سنين بيلعبوا معايا اللعبه دي، والناس بتكتشف القصقصه اللي هم بيعملوها، وبيعرفوا ان الكلام ده كله كلام فاضي، وان الكلام ده كله غلط، وبرضه لا زالوا بيمارسوا نفس الهوايه في قصقصه الكلام بتاعي، فيقصقصوه، فاطلع انا ارد عليه. طب ليه كده؟ ما نجيب المعلومه بتاعت الراجل من الاول، ما تجيبوا قولوا كلامي زي ما انا قلته وسيبوا الناس تفهمه. لكن انا متكلم عن الموضوع ده مثلا، خلي بالكم، في 6 دقائق، يعني الكلام فيه كان 6 دقائق تقريبا. يقوموا هم يسيبوا ال الكلام ده كله ويجي ياخدوا منه دقيقه اللي هي تخدمهم في اللي هم عايزين يعملوه. طب ما ده مش شغل ناس محترمه ده يا جماعه. يا شيخ، في شخص غالي على قلبي كتير، ماشي، بس نافخ قلبي ومعوفني حالي. انا مش فاهم يعني نافخ قلبك ومعوفك حالك، مش فاهم. اذا انا خنقته حرام شيء والله حرام شيء، تخنقيه، هتخنقيه فهيموت فهتروحي جهنم. ليه بقى؟ ليه تخنقيه؟ تخنقيهوش. طيب. مم. يا شيخ، ولا يستحب ان اصلي الوتر واكمل بعده قيام ليل؟ هو السنة أن تجعل آخر صلاتك من الليل وترا، فلو أنت ناوي تصلي تاني بالليل أجل الوتر إلى آخر الليل، وصلي ما شئت في بحر الليل، ولما يجي آخر الليل صلي الوتر. الأخ محمد علي القضاعي بيقول: الله يبارك فيك يا شيخي، والله إني في شوق لهذا المجلس المبارك من رمضان الماضي، والله يا أخي وأنا اشتقت إليكم يعلم الله. أسأل الله أن يكون فاتحة خير لي ولك يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يفتح لنا فيه فتحا مبينا. أسألك بالله أن تدعو لي شيخ الكريم، أسأل الله أن ييسر لي ولك، وأن يفتح علي وعليك، وأن يتقبل مني ومنك يا رب العالمين. آه روما بتقول لي ايه؟ بتقول لي: يا شيخنا انا ما اعرفش حضرتك معرفه شخصيه. يا ستي شرفني والله، ولكن مجرد دفاعي عنك الناس تقول لي بيدفع لك كام. والله انا ما دفعتلكيش حاجه، ما حصلش حاجه ان انا ادفع لك، يعني شويه ناس هنعمل ايه؟ ما هو النهارده اللي يقول كلمه حق يقول لك بيدفع لك على طول. طب الناس دي كلها اللي معانا انا بدفع لهم حاجه؟ طب الناس اللي بتقعد تاخد الكلام بتاعي وتوضحه وتنقله وتساعد انها توصل الصوره الصح، انا بدفع للناس دي كلها حاجه؟ ليه يعني؟ وبعض الناس من فتره يقول لك ايه؟ يقول لك ان انا مأجر لجان الكترونيه بتعمل اغضبني على الناس. والله ولا عمري عملت الكلام ده، ولا اعرف اصلا بيتعمل ازاي. بس هنعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ الله يهدي عبيده يعني. الاخ احمد سليم بيقول لي: قص براحته يا شيخ، واضح للعالم كله ان محدش بقى قادر يدخل معاك مناظره. والله بجيب مناظراتك القديمه معاهم واقعد اضحك عليهم. بص، هم الحمد لله رب العالمين في الفتره دي ربنا اكرمني وكلهم طلعوا قدامي، والحمد لله، مش شطاره مني انما من توفيق الله ان انا عريتهم للناس، وفضل الموضوع ده سجل او ريكورد موجود لغايه النهارده. ولغايه النهارده اللي بيعمل فيهم مصيبه تاني انا بستلمه في الفيديو بتاع يوم الجمعه، ما بيسيبوش، لان هم بيعتمدوا على ان هم يعني شبكه منظمه او فكر منظم بيحاولوا ان هم ينشروه بين الناس. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيوفق بالفيديو البسيط اللي انا بعمله ده، بيوضح للناس حاجات كتير. وان شاء الله بعد بكره، يمكن بكره بقى، النهارده الخميس هو بدا، بكره الجمعه ان شاء الله فيديو جديد برضه محترم هيوضح لكم بعض الافكار الخربه اللي هم بينشروها بينكم. بارك الله فيك اخوك من السعوديه، حي الله اخي من السعوديه. ينفع نحضر ندوه لحضرتك يا شيخ والشباب تيجي تستفاد؟ ينفع، بس الآن يعني ليست متاحة، لكن قريبا تتاح إن شاء الله.
هل ابتلاع الريق يفطر؟ لا، ما يفطرش يا فارس. أموية بتقول يا شيخ مانك ناوي تزورنا بسوريا؟ والله يحصل لي الشرف بسوريا وأهلها الكرام، ولسه لم يأذن الله عز وجل، لكن إذا أذن الله أتشرف بالزيارة. بنرد متى ستزور المغرب؟ أسأل الله عز وجل أن يعجل لي بزيارة المغرب على خير، وإني لأحب المغرب وأهله الكرام. يا ريت تعمل بث برمضان كل ليلة هذا الوقت، إن شاء الله هحاول أظبط معاكم كل ليلة في رمضان الساعة 12 بالليل نكون مع بعض، إن شاء الله هحاول أظبطها على كده بإذن الله تعالى يا رب، إن شاء الله. إن شاء الله ما تأخرش عن كده يعني. يا شيخ أنا بحبك جدا، أحبك الله الذي أحببتني فيه. إيه حكم قراءة القرآن بالمقامات؟ إذا كان على ألحان أو أصوات العرب ودون أن يخل بقواعد التجويد فما فيش مشكلة، لأن ده من باب تحسين الصوت بالقرآن، وده ما فيش فيه مشكلة إن شاء الله. طيب، أنس بيقول لي كفاية تهرب. يا أنس خدها من يا ابني، زي أنا زي أبوك ولا أخوك الكبير، زي والدك، أنت أصغر مني يمكن من بنتي ولا ابني. يا ابني ليس هناك تهرب، ولا يصح أن تكلم شيخا تقول له كفاية تهرب. يا حبيبي احنا مع بعض هنا 500 واحد ما شاء الله، الأسئلة لو أنت قاعد مكاني الشاشة طايرة على فوق كده بسرعة، اللي بلقطه بعيني فجأة بعرف أجيبه. فأولا لا تكلم أحدا بهذه الصيغة، دي صيغة غير لائقة. ثانيا، لو أنت كتبت كده حكم الصلاة في مسجد فيه قبر عبد الله رشدي هيطلع لك 1000 فيديو أنا عملته في الموضوع ده. يعني أنا تكلمت فيه ووضحت فيه الكلام وفصلته مرارا وتكرارا. الرد باختصار شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، يعني ما تصليش القبر في وشك ولا تجلسوا عليه. فإذا صليت وكان القبر يعني وأنت مستقبل للقبر هذا لا يجوز. إذا صليت والقبر عن يمينك أو عن يسارك أو وراءك فالصلاة صحيحة إن شاء الله، بل فيها كراهة. بعض الفقهاء ذكر الكراهة، وهذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بين الكراهة في ذلك. تمام. وأنا بقول بعض مش كل، نركز في الحتة دي. في حد بعت حاجة أنا ما شفتهاش، ما أعرفش راحت فين. ماشي يا عم أنس. آه توزيع التركة في حال الحياة ما اسمهاش تركة بقى، اسمها عطية أو هبة. يعني حال الحياة دي ما اسمهاش تركة، اسمها عطية أو هبة. ماشي. هل كان الرسول يختم القرآن في رمضان؟ الله، مش انت عندك ان سيدنا جبريل كان بيقعد مع سيدنا النبي في رمضان وكان يعرض القرآن عليه في رمضان؟ يبقى كان بيختمه في رمضان. وفي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين، فكان ده شبه دليل أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم أمارة على دنو أجله. هل الموسيقى حرام؟ نعم، عند المذاهب الأربعة هي حرام. في مذهب تاني أو قول تاني بتاع ابن حزم يقول بحلها بشروط، ولكن هو قول ضعيف. واحد بيقول لي أهم حاجة السرير، والله مش فاهم. ماشي، ما عليك يا سيدنا.
الأخ أبو أبو ال- الرعيم أو أبو الريم، رمضان مبارك علينا وعليك أحلى شيخ في العالم. الله يرضى عنك يا رب، بارك الله فيك وشكر الله لك. طيب أخونا المهتدي بأمر الله بيقول: لا تهلك الرجل بأسئلة ما لها طائل وحكمها معروف، أنا مخالف له ولكن الرجل على خير إن شاء الله. جزاك الله خير، وأسأل الله أن لا يكون بيني وبينك خلاف. أسأل الله تعالى أن يهدينا أجمعين. اللهم اهدي عبادك، اللهم آمين يا رب العالمين، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. واحد بيقول لي: من صلى، طب وحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أوفى بينه وبين الوتر إزاي؟ سهلة خالص. أما الإمام يقوم يصلي الوتر، أنت تقوم تجيب بعد الوتر ده ركعة زيادة. يعني الركعة اللي بتاعت الإمام اللي هي الوتر أنت تكون ناويها شفعة، فالإمام هيسلم من الوتر، تروح أنت قايم جايب ركعة زيادة، يبقى أنت كده عملت إيه؟ صليت مع الإمام حتى ينصرف، ثم اذهب إلى البيت وصلي ما بدا لك ثم أوتر. عندي وسواس فبلع الريق في رمضان. ولا توسوس ولا أي شيء، ابلع ريقك براحتك، مفيش فيها أي حاجة خالص. السلام عليكم، سأسافر إلى الصين خلال رمضان إلى نهايته، هل أنهي رمضان هناك وفقا لهذه الدولة أم مصر؟ لا، هتعيد مع الجماعة الصينيين حسب رمضان هناك. إلا لو كان بالطريقة دي هيكون مجموع اللي صمته 28 يوم، لكن لو كان مجموع اللي صمته 29 يوم هتعيد معاهم عادي. آه طيب فين تاني سؤال؟ ما أكثر شيء ساهم في بناء شخصيتك وأسلوبك؟ والله سؤال حلو. شوف، في عوامل كتيرة، بس في عامل ربنا اداهوني هبة، الحمد لله رب العالمين. يعني اللهم لك الحمد والشكر، أنا شخص سريع التعلم، ولما بقعد مع أي حد عنده حاجة أنا مفتقدها فورا بلقطها منه وبتعلم منه، وما بتكسفش إن أنا أخدها منه سواء كان أكبر مني أو أصغر مني. يعني لما أقعد مع واحد عنده حتة في شخصيته عجباني بلقطها منه على طول، ده من صغري كده. لما أقعد مع شيخ من مشايخي عنده حاجة في طريقة شرحي، أو أستاذ من أساتذتي عنده طريقة معينة في الشرح لقيتها بتوصل المعلومة بتعلمها منه. أكتر شيء يعلمك إن أنت ما تكونش عنيد مع الناس اللي أحسن منك، إن أنت لا تغضب ولا تكره الناس اللي أحسن منك، استفيد منهم. أيوة، بس في بعضهم بيكون مزعج وأسلوبه سيء، أنا عارف ده، معاك حق. خد منهم الحاجة الكويسة اللي عندهم وسيب الحاجة الوحشة اللي مش عاجباك، لكن ما تجعلش الحاجة السيئة اللي عندهم تمنعك عن الاستفادة بما عندهم من الخير. أكتر حاجة تفيد الإنسان إنك تلقط من اللي قدامك وتتعلم منه. في حتة عجباني في شخصيته الإنسان ده، أخدها منه، كده تنجح. عارف، كده هتكون عبارة عن إنسان بيجمع الفضائل التي عند الناس. شيفو، إيدي إيدي لو سمحت، أسأل الله أن ييسر لك أمرك يا رب العالمين. بداية الصيام من لحظة نطق الأذان أم من نصفه؟ حلو السؤال ده. من أول ما المؤذن يقول الله أكبر وجب عليك الإمساك، مش من نص الأذان أو من آخر الأذان. الأخ أحمد سليم بيقول: آسف على السؤال أولا، بس أنا متابع ليك من زمان وشايف إن معلوماتك واطلاعك ما شاء الله بيزيد سنة عن التانية، فهل حضرتك لسه بتدرس؟ وقبل ما أنسى ادعي لي.
طبعا ودي حاجه كويسه جدا، اسال الله ان يصلح حالي وحالك يا رب وان يعلمني واياك. انا لا زلت ادرس ومش ببطل دراسه، ولغايه النهارده بقرا على مشايخي. وخد حاجه كمان، وبقرا عليهم الكتب اللي انا ممكن اكون قريتها في اعدادي وفي ثانوي، تخيل، براجعها تاني. ما اصلك العلم لو سبته بيحصل له ايه؟ العلم بيطير، ما بيفضلش قاعد لك. لكن طول ما انت ايدك في الكتب وبتذاكر وبتقرا على طول وبتتابع، يفضل موجود معاك ويفضل دماغك صاحي. شلت ايدك من الكتب واعتمدت على اللي عندك وكبرت مخك، وانا خلاص بقيت علمت العصر، خلاص هتروح عليك. خدت بال سيادتك؟ فدي حاجه مهمه جدا يعني. طيب يا شيخ، لسه بتنزل جيم؟ لسه بنزل جيم، متقلقش. واحد بيقول: ما حكم المشايخ اللي بيقولوا فتاوى دبلوماسيه؟ ملناش دعوه يا محيي، يا محيي ملناش دعوه، ما تدخلنيش في الموضوع ده يا محيي. عارف محيي؟ ملناش دعوه يا محيي، خلينا في الحاجه اللي تنفعنا. واضح يا محيي؟ عايزين نكمل رمضان على خير، الله يستر، الله يرضى عليك. شادي عبد العزيز: شيخنا، هل الصلاة داخل فندق الساعة ب100,000 صلاة؟ هو العلماء والمشايخ هناك أفتوا بأن الصلاة فيه كالصلاة في المسجد الحرام من جوا، وقالوا لأنه في ساحات المسجد فتابع له، ولأن المأموم فيه يأتم بإيه؟ بالإمام الذي في المسجد. طب أنت في قلبك من ذلك شيء، انزل صلي في المسجد الحرام تحت، أسهل من كده مفيش. واحد بيقول لي: يا شيخ، هو أنت ممكن تبقى من مشايخ السلطان؟ طب ليه كده؟ يعني قول لي أنت عايز مني إيه؟ مش فاهم يعني، أنت عايز مني إيه؟ يعني أنت بتحبني أوي للدرجة دي؟ أنت بتحبني أوي 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 يعني جدا جدا للدرجة دي؟ لو بلعت البلغم بالغلط يفطر؟ لا ما يفطرش. هل قراءة الفاتحة وراء الإمام واجبة؟ نعم واجبة. تقرأ الفاتحة في كل ركعة من الركعات، سواء كانت الصلاة سرية ولا جهرية، سواء كنت إمام ولا مأموم. مم. طيب، احنا إن شاء الله يا شباب كل يوم إن شاء الله هنكون في زي قبل الوقت ده بساعة. يا عم سيب لنا الشيخ، ابوس ايدك، ما حيلتناش غيره. قول له الله يسترك، قول له احمد، قول له احمد، انا مش عارف هو شكله عايز ايه يعني، هو مبسوط مني بيحبني قوي كده ليه؟ طيب، تقريرك لمعنى صفة اليد خطأ. هذا اشتغلنا اهو بقى، بدأنا بقى في الخناقات والأشاعرة والسلفية والبتنجان وابن تيمية والأفلام اللي بالكم فيها. يا ابني نعدي رمضان على خير، مش وقته والله، بس يلا نكمل. تقريرك لمعنى صفة اليد خطأ. واليد بمقتضى اللغة العربية لا يكون المعنى إلا بالكيفية، ولهذا معنى اليد باللغة الجارحة، والجارحة كيفية، وهذا وصف للكيف. واليد معنى موجود بالذهن مثل الماء، ليس له معنى إلا بالذهن. كلامك غلط. وأكبر دليل على خطأ كلامك ما يلي: شيل اليد من الكلام ده وحط مكانها الذات أو العلم أو الإرادة أو القدرة أو البصر. فهنقول على حسب كلامك بقى: تقريرك لمعنى صفة البصر خطأ، والبصر بمقتضى اللغة لا يكون إلا عرضا. ولهذا معنى البصر باللغة الجارحة، العرض القائم بالجارحة بالعين، والجارحة كيفية، وهذا وصف للكيفية. والبصر معنى موجود بالذهن مثل الماء، ليس له معنى إلا بالذهن. شفت بقى إن كلامك غلط؟ أثبت الصفات كما وردت ولا تتأول، وكما أثبتت ذاتا
وأنت لا تعقل ذاتا إلا وهي جسم، فكذلك أثبت صفات حتى وإن كنت لا تعقل صفات إلا أعراضا أو إلا أجساما. ثم ده ليس تقريري أنا لمعنى اليد، ده تقرير الأئمة لمعنى اليد. يعني أنا عبد الله رشدي قلت لكم الكلام ده كتير ونقلت النقول دي وراجعها، لا أقول كلاما من عندي، يعني أنا مش من النوع اللي بيقعد ينخع، أنا مش من الشيوخ اللي بيحبوا يألفوا، أنا بقول لك الموجود. راجع رسالة الملا الكوراني في قضية في تحريره لمذهب ابن تيمية في الصفات، قال نفس الكلام اللي قلته لحضرتك، أن اليد ما به التصرف، وأن هذه الصفة ليست جسما، وكما أننا عقلنا ذاتا ليست جسما، فكذلك تكون صفات هذه الذات ملائمة لها، فلا تكون صفات الذات أجساما ولا أعراضا. ونقلنا كلام الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى اللي بيرد فيه على الناس اللي بتقول نفس كلامك ده، راجع كلام الباقلاني في التمهيد رد على الكلام اللي انت بتقوله ده. ونقلنا من قبله كلام الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، وقد رد بنفس الرد اللي أنا قلته لك دلوقتي ده. بس اهو شفت المسألة سهلة ازاي؟ والله أسهل من كده مفيش. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. ماشي يا عمي، واشوفكم على خير إن شاء الله تعالى تومورو. نتقابل بكرة إن شاء الله قبل الميعاد ده بساعة كده أو ساعة وربع. ودمتم في في رعاية الله وأمنه. تصبحوا على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.